الجول، فرصة الجول. 1-0. أنيسة الأحمري، أنيسة تتدارك الموقف داروها البنات، حقوا المعجزة. كان خصنا نربحو 4-0 لأن الكل كان ينتظر فوز ألمانيا على كوريا اللي 99% مقصية من كأس العالم، لكن الكوريات لعبوا داروا جهدهم، تقاتلوا مع ألمانيا والألمانيات ورغموهم على التعادل، ولكن بجهدنا كان خصنا ننتصروا، انتصرنا وتقاتلنا وفزنا على كولومبيا. داروها البنات لأن ما كاين حتى فرق بين البنات ديال المغرب والرجال ديال المغرب، لأن البنات هما خوتنا، هما مواتنا، هما عيالاتنا، هما بناتنا، هما بنات عمنا، هما صديقات ديالنا في الجامعة، هما صديقات ديالنا في العمل. وبالتالي ما كاينش شي عذر أو شي سبب اللي يجعل البنات أقل قوة وأقل قتالية وأقل عزما من رجال المغرب. وبالتالي مبروك علينا، فرحتيونا بزاف، شرفتيونا، وليتيو نتوما العز ديالنا، لأنكم أول فتيات، أول سيدات مغربيات أمازيغيات وعربيات يتأهلن إلى الدور الثاني لكأس العالم، بعد أن كنتم الأولين اللي تأهلتيو لكأس العالم بصفة عامة. برافو، ثم برافو برافو، شكرا من القلب. أهلا بكم سيدتي وسادتي في اليوم الجميل، يوم النصر، يوم الفوز، يوم تألق المغرب بعد موسم كروي خرافي بدأه الأسود في قطر وأكمله السيدات في أستراليا. السيدات اللي تأهلوا كأول فريق مغربي أمازيغي عربي لكأس العالم ما بغاوش يحبسوا عند هذه النقطة، رغم الهزيمة ثقيلة أمام ألمانيا في أول مباراة الدهشة والخلعة. رغم ذلك أصرنا على أن يكون في الدور الثاني، داروا اللي عليهم، فازوا على كوريا وفازوا على كولومبيا اليوم، وتسناو هدية من كوريا اللي جات، لأنه كان جات الهدية من كوريا والمغرب ما انتصرش تكون الفقصة كبيرة وكبيرة جدا. برافو لهاد الفتيات الجميلات، هاد الفتيات القويات، هاد الفتيات العظيمات، هاد الفتيات اللي جعلونا نكون فخورين بانتمائنا لهذا الوطن العزيز وهذا الوطن الكريم. ندوز اليوم مع الفرحة على التنمر ديال بعض الفئة القليلة للشعب المغربي اللي تتحقر البنات وتتحقر كل ما هو مغربي وتتنشط غير في الهزائم. ما كاين مشكل، دابا الله يهديهم، ولكن الأغلبية الصامتة والأغلبية الساحقة ديال الشعب المغربي كان فايق اليوم. درت لايف وحضروا له أكثر من 1600 الناس في اللايف في الصباح من جميع أنحاء العالم. المغاربة الفخورين ببلدهم، المغاربة الفخورين بأبناء بلدهم وبنات بلدهم. البنات لا يقلون شيئا على الذكور نهائيا، والناس اللي يولدوا يعرفوا شنو القيمة ديال البنت وشنو القيمة ديال المرأة في المجتمع. لا أفهم كيف شي واحد يكون تيبغي مو وتيبغيش العيالات، تيبغيش السيدات. برافو، داروا مباراة رائعة، مباراة رائعة من حيث القتالية. باقي شوية ديال لا جوستيس تكنيك، وباقي شوية ديال الخلعة في لاباس، وباقي شوية ديال الدهشة، ولكن ناحية الوقفة تكتيكية ممتازة جدا. ولوديو نسرين الشاد ونهيلة بنزوينة لعبوا مزيان بزاف هاد جوج ماتشات. الأطراف المستوى، لا حنان أيت الحاج ولا رمضاني زينب. وسط الميدان إيرودين النقاش دير واحد العمل جبار، لا هي ولا الشباك غزلان. على اليمين الورزاوي، وعلى اليسار اللاعبة الموهوبة تاكناوت. مع كل أسف تاكناوت تزيد فيه شوية، تاكناوت تلعب واحد القتالية قليلة،
وتنظن مع المباريات كانت تكون مفيده جدا للمنتخب الوطني المغربي. لعبات كرأس حربة الجريدي اللي بينات لاعب بها، وموراها لعبات اللاعبه الحماري اللي سجلت الهدف واللي كانت ذكيه بزاف في تتبع ضربه جزاء اللي ضيعتها غزلان الشباك. وهذا ماشي مع تضييع ضربه جزاء، ولكن ضربتها مزيان. الحارسه تبعت القنت اللي خصو تتبعو. اللاعبه الوزراوي ردت الكره بذكاء، واللاعبه الحماري سجلتها. في الشوط الثاني البلاد اللي دخلوا كلهم ابانوا على كلامهم، لا لعيبه العيان ولا اللاعبات الاخريات. اماني حتى هي لعبت في المستوى. كانت القتاليه. خاص المدرب الوطني دابا يلعب على البسيكولوجيا ضد فرنسا. فرنسا فريق قوي، نلتقيو فيه مع مدرب اللي درب اكثر من 3 سنوات ونصف المنتخب الوطني المغربي اللي هو إيرفي رونار. فرنسا عندها لاعبات شابات جديدات في المنتخب، ولكن بعد المباراه الاولى التعادل امام جامايكا استطاعت تنتصر على البرازيل، وثم البارح استطاعت تنتصر على 6-3 البارح، وتأهلات كأولى في المجموعة وتقابل المغرب. ولكن لا شيء مستحيل. ملي كنت نقول لكم قبل هذه المباراة بأن لا شيء مستحيل، بزاف الناس كيضحكوا عليا، وبزاف الناس كيستهزئوا بيا، وبزاف الناس كانت تقول لي تحلم. وهذا الصباح بعد الفجر درت فيديو تنقول انتظروا المعجزة، والمعجزة وقعت. لا أحد كان ينتظر تعادل ألمانيا، ولكن الكرة فيها كل شيء. خصك دير اللي عليك بحال اللي قال المدرب الوطني البارح، دير اللي عليك، فوز انت ودير 6 نقاط، وباش تربح المانيا ما يكون عليك حتى لومه. وهذا الشيء بداو البنات اليوم، فبرافو البنات. انا جيت فرح. مازال ندير فيديو اخر اكثر تكتيك اليوم. وقت الفرحه، وقت النشاط، وقت الفخر، وقت الاعتزاز بهذا المنتخب الوطني النسوي اللي شرف الكره المغربيه، شرف الكره الامازيغيه، وشرف الكره العربيه كاول منتخب. والقتاليه ديالو قل نظيرها. تنشكر مره اخرى لا رينالد بيدروس اللي استطاع يطور هذا المنتخب منذ 3 سنوات. هذا واقع، كي جا من فريق ليون وجا كبطل اوروبا ماشي سهل. ولكن تنشكر كذلك والدي الركراكي اللي استطاع يطلع سقف الطموح ديال المغاربه كلهم. مع كل اسف بعض الانديه مازال ما تبعاتش الفلسفه د الوالد، ولكن المنتخبات كلهم. لا المنتخب اقل من 17 سنه اللي مشى شارك في الجزائر مع تحت قياده سعيد شيبه، لا المنتخب ديال اقل من 23 سنه اللي فاز بكاس افريقيا تحت قياده الشرعي، ولا هذا المنتخب ديال الفتيات اللي شرفنا بالمرور الى الدور الثاني من كاس العالم. طموحنا كبر، طموحنا ولا الذهاب لأبعد نقطة في كأس العالم، ولو كان الطريق يمر بفرنسا. لأن ما ننساوش بأن مباراة الذكور كان فيها الأعطاب كثيرة، ورغم ذلك المغرب قدم مباراة رائعة وانهزم مع كل أسف في نصف نهائي كأس العالم في قطر. البنات عندهم فرصة باش يدوزوا ربع النهائي، فرصة باش يفوزوا على إيرفي رونار، فرصة باش يفوزوا على فرنسا، فرصة باش يفديو الثأر لنظيرهن في الذكور. نحن نفتخر بكم، ونحن عندنا الثقة كاملة فيكم، كاملة. ديروا اللي عليكم، ديروا الخدمة اللي عليكم بحال اللي درتو في المباراة كوريا وكولومبيا، والكمال لله وعلى الله. قبل ما ننهي هذا الفيديو نعطيكم كيفاش عاشوا الجماهير الحاضرة في ملعب بيرت بأستراليا نهاية المباراة، لأن الحكمة ديال مباراة ألمانيا مع كوريا ضافت 16 دقيقة في عوض 9 اللي كانت باينة في 90 دقيقة، 16 دقيقة. والمغرب اللي بدا الوقت البدل الضائع 4 دقائق بعد ألمانيا نهى المباراة وبقيت ينتظر صفارة الحكمة في المباراة الأخرى، وانتظر كذلك الجمهور. ومن بعد جاء الفرج. شوفوا كيفاش الجمهور تعامل مع هذا الانتصار.
la tour avec le drapeau. Vas-y,